مساء الخير. من غير دوشة ومن غير صور منتشرة على السوشيال ميديا ومن غير تفاصيل كتير للناس، اتكونت واحدة من أجمل قصص الحب في الوسط الفني، قصة دنيا سمير غانم ورامي رضوان. الحكاية بدأت سنة 2012 تقريباً، وقتها كان رامي رضوان لسه بيبدأ خطواته في الإعلام، ودنيا كانت نجمة شابة كانت وقتها خارجة من أعمال ناجحة جداً زي مسلسل الكبير قوي وفيلم لا تراجع ولا استسلام. وقتها اتقابلوا في مناسبة اجتماعية، ابتدوا يتكلموا يتعرفوا على بعض أكتر، وكان دايماً بيحترم خصوصيتها، وده يمكن اللي خلاها ترتاح له من بدري. وفي بداية 2013 بدأت الإشاعات تنتشر إن في علاقة بينهم، بس هم كانوا محافظين جدا، لا تأكيد ولا نفي، لحد ما أعلنوا خطوبتهم بشكل رسمي في حفل بسيط حضروا العيلة والأصحاب. الخطوبة كانت في جو كله دفى، والعين كانت على الأب سمير غانم اللي قال وقتها رامي شاب محترم جدا وأنا مطمن على دنيا معاه. وفي 2013 اتكتب الكتاب واتعمل فرح جميل وبسيط، مش استعراضي بس كله حب، وكان واضح ان العلاقة دي مبنية على احترام مش بس حب. سبحانه وتعالى يعني رزقهم باتنين احلى من بعض، ما شاء الله. اخلاق وشياكه وعيله، يعني هم منسجمين مع بعض كلهم. من بعدها الدنيا ماشية بينهم بهدوء بعيد عن الدوشة، بس حياة كلها مليانة تفاصيل. رامي أب مثلا مثالي جدا وزوج كمان مثالي، يعني ما شاء الله. رامي دايما كان جنب دنيا في كل نجاح وكل تعب، وفي كل مرة تطلع على المسرح أو في مسلسل تلاقيه أول واحد بيشجعها، وهي كمان كانت دايما بتتكلم عنه بكل حب في أي لقاء. سبورتيف جدا وبيسندني جدا، بيشجعني جدا في شغلي. لكن أصعب لحظة مرت على العلاقة دي كانت سنة 2021 لما فقدت دنيا والدها ووالدتها سمير غانم ودلال عبد العزيز في فترة قصيرة جدا. هنا وقف جنبها مش بس كزوج لكن كسند، كان بيحاول يخفف عنها هي وأختها إيمي سمير غانم، وكان حريص إنه يحافظ على خصوصيتهم في وقت الكل كان عايز يعرف كل حاجة تخصهم. وقال في لقاء وقتها أنا كنت قدام مسؤولية كبيرة وما ينفعش أكون ضعيف، كنت لازم أبقى قوي علشانهم. من اللحظة دي العلاقة بقت أعمق، بقت شراكة مش بس في الحياة لكن كمان في الحزن والتحديات. وبالرغم من كل ده فضلوا محافظين على حياتهم الخاصة، ودايما بيظهروا مع بعض في المناسبات المهمة ووشهم دايما بيضحك كأنهم بيقولوا إحنا تمام. قصة حبهم مش صاخبة، مش مليانة تفاصيل كتير، وفي وقت كله ضجيج بنشوف نموذج لحب هادي راقي بيكبر كل يوم. ودي كانت حكاية حب النهاردة، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، اللي اتبنت على الود والاحترام والراحة. استنوني في حكاية حب جديدة.